تعال اقول لك ازاي تشتغل 12 ساعه في اليوم يبقى ده العادي بتاعك. كان 26 يناير اللي فات، لسه راجع من رحله كده طالعها في اجازه نص السنه، وكنت قاعد بالليل على انستا بسكرول، تعبان جاي من الرحله. فالمهم لقيت نفسي ان انا قاعد مش مبسوط، رغم ان انت لسه مخلص رحله يعني واجازه وبتاع، قال تبقى مبسوط فاهم. بس لا، انا قلت لنفسي ايه يعني، هو ده اخر اللي انت تقدر تعمله؟ تقعد تسكرول على انستا؟ والدنيا اتغيرت خالص من اللحظه دي. انا طالب زيك على الاغلب، واول حاجه في دماغي ان انا ابدا احط وقتي في المذاكره، عايز ابقى منتج، عايز اعمل حاجه. بدات اشوف نتائج غريبه ساعتها. خلصت المنهج كله في حوالي شهر. ده كده كان اول شهر ليا في الحوار ده كان نص وقتي، ما كانش وقتي كله اللي بشتغل. وده كده لسه بنتكلم انت لسه اول شهر، لسه موصلتش الحاجات اللي انت عارف تعملها لما جبت اخر غيار ليك. عشان اديك خلفيه، انا في شهر 9 اللي فات كنت فاتح وكالة تصميم مواقع، ويب ديزاين ايجنسي، وفشلت. وانا كده كده البيزنس عيشي فاهم. فانا قلت ما تيجي نجرب تاني، تشوف اللي هيحصل، وعينك برضو ما تشوف الا النور تاني. خلصت كورس حوالي 90 جيجا الملفات بتاعته في اسبوعين، وقريت كتابين حوالي 600 صفحة على بعض في 4 ايام. وانا مش بقولك كده اللي هو انا جامد يعني وبتاع، لا، انا اصلا الكلام ده مش بعرف اعمله دلوقتي، لسه هجيلك في الكلام اصبر. تعالى بقى اخدك في تفاصيل الحياة اللي انا عشتها دي حوالي 3 شهور، عشان في الاول بس اديك خلفية يعني ايه شغل اصلا. الشغل ده بالنسبة لي اي حاجة انت بتعملها هي مفيدة ليك، لشخصك. لو انت طالب فبتذاكر فده شغل. لو انت صاحب بيزنس وشغال على البيزنس بتاعك ده شغل. لو انت رياضي ورحت تتمرن 16 ساعة ده شغل. خد بالك، ايه بقى اللي مش شغل؟ اي حاجة هي مش مفيدة ليك، عشان بس الفكرة توصل يعني. فتنس رياضة ده شغل، مذاكرة ده شغل، بيزنس ده شغل، بتصلي وقت شغل، فكرة اصلا. فالمهم انا كنت عارف بحوار عدد ساعات الشغل ده من ناس على النت، مؤثرين، انفلونسرز يعني يكن. فالمهم كان رقم 8 ده بيتقال كتير، وكان بالنسبة لي هو ايه، التوب. خلاص انا اشتغل 8 ساعات كده وانا كده خلاص، انا فشيخ فما اكدبش عليك الصراحه ال 8 ساعات دي ساعتها كنت بتموتني. يعني انا كنت خلاص بص المحل، خلاص عايز اخبط المكتب كده خلاص، من كتر ما أنا مش قادر اقعد دقيقه كمان على المكتب، كانت دماغي بتتحرق حرفيا. فالمهم قلت خلاص عايزين نرجع، عايزين نعملوا اي حاجه في حياتنا تقدر تقول. فيلا بينا نبداوا 8 ساعات. اشتغلت ال 8 ساعات، ال 8 بقت 9، 9 بقت 10، خلاص بقى ادمان. وصلت من 10 لغايه 15. 15 ده كان الماكس بتاعنا، ده كان اخر غير ليه. اول ما بتوصل للمرحله دي بعد ال 12 ساعه، في حاجه غريبه قوي هتحصل. انت هتتحول من بني ادم لمكنه شغل. هتخلص اي تاسك قدامك في اي ديدلاين في وقت. الناس بتخلص حاجه بكلام بجد في اسابيع، الناس هتخلص حاجه في اسبوع انت تخلصها في يوم. بس انت هتدفع تمن ناس كتير قوي مش عايزه تدفعه، وناس كتير قوي ما تقدرش اصلا تدفعه. اول حاجه هتضطر تدفعها، او تقدر تقول اول عرض جانبي للانتاجيه الفائقه، تقدر تسميها يعني. مبدئيا كده انت تنسى حياتك الاجتماعيه. ده مبدئيا يعني انسى يعني ايه سوشيال لايف اصلا. انت هتبقى حرفيا زي ما قلت لك انت مكنه شغل، ومكنه الشغل ملهاش صحاب قوي، وما بتتكلمش مع حد. دي اول حاجه. تاني حاجه بقى، وانت في الجول 12 ساعه دول هتقابل 4. الاربعه دول هيبقى عايزين ما يخلكش تكمل 12 ساعه بتوعك. اول واحد هتقابله هيجيلك الساعه 5 الفجر كده، وقت ما بتصحى يعني، او وقت ما في الغالب لازم تصحى عشان تعرف تعمل 12 ساعه اصلا او تعدي ال 12 ساعه. هيبقى ايه؟ هيبقى احساس ان الحوار كبير قوي ومش مستاهل، وخلينا نعمله بكره، خلينا النهارده ننظم. خد بالك انت، ده مبدئيا كده تديله اعفى شلوط برجلك، وتقوم تتوضى تصلي الفجر وترجع تقعد على المكتب. ده خلصنا منه. تاني واحد هتقابله ده هيجيلك لو التاسك صعبه شويه، بتحل تفاضل وتكامل ولا حاجه. ده هيجيلك ان دماغك حرفيا هتتحرق. هتجربها دي بعد مثلا 4 ساعات ولا حاجه لو انت جامد يعني. دماغك هتتحرق، انت هتقرا الكلام مش هتفهمه.
ده هتحترمه شويه، مش تديله شالوت برجلك. ده ممكن تغير التاسك ان ده بجد حاجه بيرن اوت، فاهم انت؟ دماغك بجد خلاص تركيز واقع. غير التاسك. واللي احسن من انك تغير التاسك ان انت تاخد بريك، تنزل يا باشا 50 بوش اب 50 ضغط، ترجع تكمل تاني. ده هيفصلك. تمام. 2 3 العصر هتقابل تالت واحد. النوم. النوم ده بالذات هيجيلك لو بتتفرج على حاجه وانت مش اكتف معاها، مش بتتفاعل مع اللي قدامك. بتتفرج على مدرس وانت بيشرح وانت قاعد بتسمع، تتفرج على كورس الانستراكتور قاعد بيتكلم وانت قاعد، هتنام. انا نمت كتير في الحوار ده. هتعمل ايه؟ مبدئيا القهوه كده كده اعتقد انت عارف الحوار ده. القهوه جنب ايه؟ خلصتها وانا قاعد بتكلم اصلا لسه نص الفيديو يعني مساء الضحك. هتروح الحمام، ميه من الحنفيه على دماغك، هتفوق شويه. عايز تعلي الليفل شويه، جرب تجيب نص معلقه ربع معلقه ملح ولا حاجه، وتحطها في باكو عليها شويه ميه. تجربه شخصيه نفعت معايا. بحس انها بترستر لي السيستم جوه كده، بتفوقني وبرجع اشتغل عادي. عايز تمنعه خالص، تفاعل مع اللي قدامك، مش هتنام بغض النظر، خد بالك. الا طبعا لو انت الساعه 3 الفجر ومطبق، يعني ده حوار تاني. هتلاقي بقى الرابع ده بقى هتلاقيه جايلك كل الوقت. ده هتلاقيه قاعد معاك من اول ما تشتغل. هتلاقي دماغك بتطلع لك افكار ملهاش اي 600 لازمه، بس بتجيلك وقت الشغل. ما تيجي نتكلم صاحبك، تشوف هينزل الجيم امتى؟ طب النهارده هنتمرنوا ايه؟ طب الحاجه عامله اكل ايه النهارده؟ ده باشا تطلع ورقه وقلم. عايزك تطلع لي ورقه وقلم كده على الجنب جنب المكتب بتاعك. اول ما يجيلك الفكره من دول، وقف اللي انت بتعمله، روح اكتبها. روح اكتبها على جنب واركنها وكمل شغلك. جات لك فكره تانية اكتبها. انت لو قعدت تعدي من الاربعه دول كده خلصت مهمتك يا باشا. جه وقت بقى الجايزه بتاعتك. كانت الساعه 8 بالليل، كنت انا قاعد شغال والتايمر رن. انا خلصت 12 ساعه شغل. في اللحظه دي انت هتحس بكميه سعاده وفخر. يعني دي الكلام اللي يقدر يوصف الكلام ده. بس انت عمرك ما هتفهم انا بتكلم في ايه الا لما تجربه. لازم تجربه. الكلام ده بيتقالش. لازم تجرب انك تقعد وتجبر نفسك على 12 ساعة من الشغل، 12 ساعة من الإفادة. انت صورتك انت شايف بيها نفسك هتتغير. كلامك هيبقى ليه وزن، هيبقى كلامك تقيل. بعد كده الكلمة هتطلع من بوقك ليها حساب. في كلام هتخاف تقوله، انت عارف انت مضطر تعمله. بس انا ما عرفش افضل كده على طول. انا خلقت نفسي بحاجة هي صح، بس كانت لعبة من دماغي وعرف يلعبها صح. انا كنت بستخدم برنامج اسمه فوكس تو دو، يعني اختصارا برنامج تنظيم وقت. بيحسب لك عدد ساعات الشغل وبينظم لك التاسكات اللي المفروض تعملها، يعني باختصارا يعني. المهم البرنامج ده فيه خاصية ان انت تعمل جروب وتجمع فيه صحابك او اي مجتمع وتتنافسوا في عدد ساعات الشغل. انا عملت الحوار ده مع شوية من صحابي او في كوميونيتي انا فيه، بتاع واحد صاحبي عزيز عليا يعني. والحوار الناس اقبلت عليه. بقى في ناس بتخش والناس بقت تتنافس، واللي كان بيشتغل 2 بقى يشتغل 8، واللي كان بيشتغل 8 بقى يشتغل 10. والحوار الصراحة كان مسبب لي انا سعادة كبيرة جدا ان انا في ناس بتتحسن. بس الحوار خد منعطف تاني. الشباب هناك بدأوا يركزوا في حوار الساعات الشغل اكتر من الشغل نفسه. واحد يقول لك التمرين اتحسب ولا لا، طب القراءة اتحسب ولا لا، طب الصلاة اتحسب ولا لا، طب ده اتحسب ولا لا. والحوار دخل في هذا المنعطف السيء. انا ساعتها بقى دماغي ضحكت عليا بطريقة ذكية أوي. قالت عشان نخلص من الحوار ده ما تيجي ملناش دعوة بالساعات، خلينا في التاسك ذات نفسه. قول النهاردة خلصت ايه، ملكش دعوة اشتغلت قد ايه ساعات. وده يبان منطقي جدا، وهو ستيل منطقي جدا على فكرة. بس الفكرة ان هو تجربتي لما بدأت اعمل كده ان الساعات قلت والانتاجية قلت والتاسكات كلها قلت. يعني هو الحوار يبان منطقي ان انت تشتغل بعدد التاسكات، بس الفكرة انت هتوصل في الاخر ان انت مش هتشتغل بنفس القدرة اللي انت كنت شغال بيها قبل كده. طاقتك هتقل، انتاجاتك هتقل، هتنزل.
لما بتشتغل 12 ساعة مفيش مهرب، خد بالك انت، بس ده وقت. يعني لو كروت حاجة، انت كروت، انت قللت وقتها يعني، ما هتعمل تاسك تاني، المفروض تشتغل 12 ساعة، خد بالك. فالحوار ان انت ما بتعرفش تهرب منه، الوقت بيأيدك، تمام. في نفس الوقت انت لو قعدت تعمل اي حاجة ملهاش لازمة بتضحك على نفسك، فاهم؟ انت ما اشتغلتش 12 ساعة حضرتك، انت اشتغلت 4 وانت قاعد 6 ساعات ولا قاعد 8 ساعات بتلعب. فانا نصيحتي ليك ان انت تشتغل بالساعات، وخليهم كلهم ساعات مفيدة ليك. يعني متضحكش على نفسك، اشتغل 12 ساعة مفيدين ليك ولأهدافك. بس الفكرة في حاجة، كسرت اعتقاد، كسرت limiting belief ان 12 ساعة دي مستحيلة ليا ولأي حد في الكون. ده كان اعتقاد. انا كنت فاكر الناس يقولك انا بشتغل فوق ال8 ساعات، ده اصلا بيهجص يعني، سكة ودغري كده. فالفكرة ان انت لما بتكسر الاعتقاد ده تعرف ترجع تاني في اي وقت. انا دلوقتي عندي القدرة، انا متأكد من جوه ان انا عندي القدرة ان اعرف اشتغل 12 ساعة تاني و15 ساعة تاني، لان عملتها قبل كده. الليميتنج بيليفز دي هي من الاخر الجوهر لاي حاجة انت عايز تعملها ومش عارف تعملها. ان شاء الله كده هيبقى لنا قاعدة مع بعض هنتكلم في حوار الليميتنج بيليفز ده الفيديو الجاي.